كان السوق معبي بالناس، وكانت البضاعة من جميع الأنواع. وفي وسط الزحمة كانت في أم مع صغارها، كانت مشغولة أنها تشري سبيسة الحوش. كانت الأم طول الوقت مدايرة عيونها على صغارها باش ما يريحوش منها في الزحمة. قال واحد من صغارها: شوفي يا ماما. شافت أمهم مجموعة كبيرة من الناس متجمعين ويتناقشوا باهتمام. شوف، هم واقفين مع يسوع. هو يسوع المعلم يلي جذبت أنظاره والأفكار ليه. بعض منهم يقولوا إنه النبي المبعوث من الله، هذا علاش المرات تبي المعلم العظيم يسوع يبارك ولادها. فجمعت كل شجاعتها باش تقرب أكتر من المجموعة يلي مستمرة في مناقشة مواضيع مهمة زي الزواج والطلاق ومواضيع تهم الكبار. وأمتى حاولت تقرب أكتر من يسوع، منعوها تلاميذه وقالوا لها ما يسوع مشغول بمواضيع مهمة، تعالي في وقت تاني، وبعدوها عليه. وقفت الأم هي وصغارها على جنب الطريق، كانت تتمنى أن يسوع يصلي لصغارها. ووقتها وقفت المناقشة الرجالة مع يسوع، وتلفت يسوع لتلاميذه وقال: خلوا الصغار يجوا بحداي وما تمنعوهمش، لأن اللي زيهم ليهم ملكوت السماوات، وأنا ديما رحب بيهم. على خاطر الحياة جديدة تكون ليهم. وهنا تحول المشهد من رجال كبار يتناقشوا مع يسوع لأطفال صغار محيطين بيه. شاف يسوع يلي كانوا يشوفوا فيه من بعيد وقال لهم: الحق نقول ليكم، يلي ما يقبلش ملكوت الله زي الولد الصغير فمش حيخش له. وقام يسوع الصغار في غمرة واحد واحد وحضنهم بيديه وباركهم كلهم. طبعا الدنيا اليوم تغيرت على أيام زمان، لكن رسالة المسيح للناس في العالم ما تغيرتش. إن ملكوت السماوات للي هم زي الصغار هادم.